في قسم شرطة قديم صار شيء ما حد قدر يفسره. ضابط شقاء دخل غرفة التحقيق ما طلع منها. الكاميرات سجلت كل لحظة، لكن المحققين ما فهموا شيء، والقصة تم التكتم عليها، واللي يعرفها ما عاد يتكلم. لكن اليوم راح أروي لكم كل شيء من بدايته إلى اللحظة التي توقفت فيها الكاميرات. وهلا بالفخمين، كل فترة قصة، كل قصة فيها شيء يخليك تعيشها كأنك كنت فيها. فقبل المشاهدة لا تنسى تصلي على النبي، تذكر الله، تسوي لايك واشتراك. ليتس جو. في سنة 2017 تم الإبلاغ عن سلسلة اختفاءات غريبة في حي شعبي، والضحايا كانوا شباب صغار في العمر، ما في بينهم صلة، لكنهم كلهم اختفوا بنفس الطريقة. آخر مرة شافوهم فيها كانت عند بناية مهجورة خلف سوق قديم، وفتحت الشرطة تحقيق وما لقت شيء، لين وصل بلاغ عن شخص مريب يعيش في بناية. وقام الضابط معروف بين زملائه بالهدوء والشجاعة، قال لهم: أنا أروح وأتحقق بنفسي، ما نضيع وقت. راح مع فرقة صغيرة ودخلوا البناية، وفي الطابق الثاني لقوا رجل كبير في السن لابس ملابس متسخة وعيونه حمراء كأنه ما نام من سنين. سأله الضابط: من أنت؟ وليه ساكن هنا؟ رد عليه بصوت غريب: أنا ما سكنت هنا، أنا رجعت. ما كان عنده أوراق ولا يذكر اسمه، لكنه قال الجملة خلت الضابط يتجمد مكانه. الشباب اللي اختفوا ما اختفوا، هم موجودين بس مو في عالمك. وتم اقتياد الرجل للقسم وحطوه في غرفة التحقيق، وقرر الضابط يحقق معه بنفسه، وقال لزملائه: سجلوا كل شيء ولا تقطعوا التصوير. وهنا الغرفة مغلقة وفيها كاميرات مراقبة. دخل الضابط، جلس وبدأ يسأل. الرجل كان ساكت بس يبتسم، وبعد 5 دقائق انطفأت الأنوار في الغرفة لمدة 3 ثواني فقط، ولما رجعت الكرسي كان فاضي. الضابط اختفى، الرجل ما كان موجود أصلا. سلامات، وين راحوا؟ ما أدري. راجعوا الكاميرات وشافوا المشهد كامل. الضابط يتكلم وبعدها الضوء ينطفئ، ولما رجع الضوء الكرسيين فاضيين ولا أثر لأي حركة، كأنهم تبخروا. وبعد الحادثة أحد أفراد الأمن دخل غرفة التحقيق وهو يصور بالجوال، ولاحظ شيء غريب. الجدار الخلفي فيه نقش قديم، رمز دائري يشبه الأختام السحرية. ولما قرب منه سمع صوت شخص يهمس: أنا هنا تحت. تم استدعاء لجنة التحقيق وتم إغلاق الغرفة بالكامل، لكن الضابط ما رجع، والجوال الخاص فيه أرسل رسالة واحدة بعدها ب3 أيام: لا تخلوا أحد يدخل، الغرفة بوابة. والقسم اليوم ما عاد يستخدم ذيك الغرفة، وحتى الكاميرات تم فصلها، والضابط ما عاد يذكر وكأنه منسي، والملف تبنى تحت مسمى اختفاء غير مفسر. لكن البعض يقول أن في أشخاص يدخلون الغرفة ويطلعون بأصوات في أذانهم تقول: هو ما زال هنا بس مو على سطح الأرض. فهل تعتقدون أن الضابط دخل عالم ثاني أو في جهة تخفي الحقيقة؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات، وهذه كانت مجرد قصة، وسلامتكم.